أهلا ومرحبا بكم أخوتي في قناتكم لمسات استبرق استبرق. دائما مع الوصفات البسيطة وسهلة التحضير، وصفات سهلة وراقية في نفس الوقت. اليوم جبت لكم وصفة كيكة العسل. هذه الكعكة ماهيش كيكة الروسية المعروفة، بل كيكة هشة وبطبيعة الحال تحضر بالعسل. نروح لمقادير الوصفة وطريقة التحضير. نحتاج في هذه الوصفة 5 حبات بيض متوسطة الحجم، نضيف لهم كأس إلى إصبع سكر، نضربهم مليح حتى يصبح الخليط أبيض اللون. ما نكثرش من كمية السكر باه ما تكونش الكيكة حلوة، لأنه راح نستعمل العسل فيما بعد. نضيف ملعقة صغيرة فانيلا ونخلط جيدا بالخلاط الكهربائي. صدقوني أخواتي، ذوق هذه الكيكة مختلف تماما عن الكيكات اللي نعرفهم، وهذا باستعمال مكونين راح يمدوا روعة للمذاق والخفة في نفس الوقت. بعد ما يصبح الخليط أبيض اللون ويتضاعف حجمه، نضيف كأس زيت على 3 دفعات باه قوام الخليط ما ينزلش معنا، ونخلط باستمرار. في هذه الوصفة لازم نخلط مليح المكونات ويتضاعف حجم الخليط باه تكون الكيكة خفيفة وهشة وما تكونش ثقيلة. بعد مزج الزيت بالمكونات السابقة، نضيف كأس عسل مع الخلط المستمر، ورشة ملح كنت نسيت بنضيفها مع الأول. بالنسبة للعسل أنا استعملت عسل الخروب ولونه غامق نوعا ما، يمكن استعمال العسل العادي اللي نعسلو به المقروط أو المبسس. في هذه المرحلة نضيف ملعقة صغيرة بيكربونات، وهذا المكون راح يضيف خفة وذوق رائع للكيكة. كمرحلة أخيرة نضيف الدقيق، أنا استعملت حوالي 3 كؤوس دقيق وملعقة أكل مملوءة، ونضيف كيس ونصف خميرة كيميائية، ونخلط جيدا في كل مرة نضيف فيها الدقيق أي الفرينة. في هذه الأثناء نشعلوا الفرن باه يسخن، ونحضروا الصينية بعد ما ندهنوها بالزبدة ونرشوها بالفرينة باه ما تلصقش معانا. في هذه الوصفة لازم نحترموا المقادير وكمية الدقيق المستعمل باه تجينا الكيكة خفيفة وهشة. القوام يكون ثقيل نوعا ما عن الموسكوتشو أي الكيك اليومي. كما راكم تلاحظوا نخلطوا دائريا عند إضافة الدقيق باه ما ينزلش معنا قوام الخليط. كما راكم تلاحظوا أخواتي، هذا هو قوام الخليط، وهذه هي الكمية المستعملة فوق 3 كيسان، يعني ما تلحقش للنصف. نفرغ الخليط في صينية طولها 32 سنتيمتر على 22 سنتيمتر. نضرب الصينية ضربات خفيفة على طاولة العمل باه تخرج معنا الفقاعات الموجودة في خليط الكيكة، ونضعها في الفرن لمدة 40 إلى 45 دقيقة على 180 درجة. نطيبوها من تحت حتى تنضج، ثم نشعل عليها من فوق حتى يحمر كامل الوجه، ثم ننزعها. الكيكة طابت ونقلبها على سربيتة تكون ناشفة باه تمتص كامل الحرارة، وما نتركوهاش في الصينية لأن الطبقة السفلية راح تتندى معنا. كما تلاحظون الكيكة ما لصقتش كامل في الصينية لأنه دات حقها في الطياب، وكذلك دهنا الصينية مليح بالزبدة ورشيناها كامل بالفرينة. في هذه المرحلة نقطع أطراف الكيكة طوليا وفي العرض لأنه نحتاجهم فيما بعد في التزيين. هذه الكيكة صراحة تشهي ورائعة في المذاق، حتى تزيينها راقي جدا. نقسم الكيكة إلى قسمين من المنتصف، ثم نتركها تبرد تماما لنحضر بعدها الكريمة. لاحظوا جيدا اللون، وهو بطبيعة الحال من العسل المستعمل. بالنسبة للكريمة فمكوناتها عبارة عن 1 لتر من الحليب، نضيف له 6 ملاعق أكل سكر و6 ملاعق أكل نشاء أي مايزينا. نغربله مليح النشاء باه ما نلقاوش تكتلات فيما بعد.
ونضيف ملعقة صغيرة فانيلا، نخلط بارد في بارد ثم نضعها على النار. عندما نضع الحليب على النار نخلط باستمرار حتى يثقل الخليط ويصبح عبارة عن كريمة، وما لازمش الكريمة تكون ثقيلة بزاف. بعد ما نطفي على الكريمة نضيف ملعقة صغيرة زبدة ونحرك مليح الكريمة حتى تذوب كامل الزبدة. نضع الكريمة على جنب ونروح للكيكة. بالنسبة للكيكة أنا شربتها بكمية قليلة من الشربات، كنت حضرته مسبقا. حطيت في كسرولة نصف كأس سكر مع كأس ماء وقطعة ليمون، خليتهم حتى يبدأوا يغلوا وحسب 10 دقائق وطفيت عليها. وهذه الخطوة اختيارية. بالنسبة للكريمة ماهيش حلوة بزاف، أنا فضلت نشربها بقليل من الشربات باه ما تكونش ناشفة. بعد ما شربنا الكيكة نضع كمية من الكريمة في الطبقة الأولى، والكمية اللي تكون في الطبقة الأولى تكون أقل من الطبقة العلوية. بعد ما نحط الجزء المتبقي من الكيكة نحاول ننزع القشرة العلوية بالسكين لنستعمله فيما بعد. صدقوني أخواتي هذه الكيكة تصلح حتى لأعياد الميلاد، مذاقها يجي بنين بزاف وقوامها ماهوش ثقيل. بعد هذه الخطوة نشرب الجزء العلوي بالسيروا بكمية قليلة. في الأخير نفرغ الكمية المتبقية من الكريمة على كامل الوجه والأطراف، بمعنى نغطو كامل الكيكة بالكريمة. وكملاحظة لازم الكريمة تكون سخونة ونستعملوها في حينها، لأنه لو خليتوها راح تجمد معاكم وما تتحصلوش على شكل جميل والقوام ما يكونش ليس. بعد ما غطينا كامل الوجه ننتقل إلى التزيين. بالنسبة للتزيين بسيط جدا، الأطراف اللي كنا سابقا نزعناهم نفتوهم مليح ونخلطوهم مع حلوة الشام. صدقوني حلوة الشام تمد واحد المذاق روعة. نزينوا كامل الأطراف بفتات الكيكة وحلوة الشام. نحاول نلصق الفتات جيدا على الكريمة، وكملاحظة نلصق الفتات عندما تكون الكريمة ساخنة. بالنسبة للجزء العلوي فضلت استعمال كاوكاو إيفيلي، كنت حمصته من قبل، ولكم الاختيار ممكن تستعملوا أيضا الفتات على الوجه وحلوة الشام. أولا نفتوا حلوة الشام على كامل الوجه ثم نوزع كاوكاو إيفيلي فوق الكريمة. وكلمسة أخيرة حاولت وضع خطوط من العسل على الوجه. هذه الكيكة جربوها أخواتي، هي قنبلة في البنة وسهلة التحضير. كما عودتكم أخواتي في قناتي تلقاو الوصفات البسيطة والراقية في نفس الوقت. جربوا هذه الوصفة وما راح تندموا أكيد. هنا نحاول نقطع معكم الكيكة باه تشوفوا كيفاه تجي من الداخل وتشوفوا أيضا القوام. تجي بنة مختلفة عن باقي الكيكات اللي نحضروهم وتوالم حتى لأعياد الميلاد.
هذه الكريمة تجي روعة في المذاق وخفيفة في نفس الوقت. حضري هذه الكيكة مع احترام كل المقادير وأكيد راح تتحصلي على كيكة مثالية في المذاق. إن شاء الله تكون نالت إعجابكم أخواتي، وإلى الملتقى.